الفرق ان حضرتك تشتري في مشروع لسه بيطرح اللي هم بيسموه البري لونش او في اللونش، وانك تشتري في مشروع اوريدي هو طرح المشروع وبعد اللونش حضرتك بتشتري. الفرق ما بين هنا وما بين هنا ومميزات وعيوب كل حاجة ما بينهم. في مميزات لو انت من اوائل الناس اللي بتحجز في مشروع عشان تشتري وحدة ادارية او وحدة تجارية زي ما بنشوف في التجمع الخامس والعاصمة الادارية الجديدة حتى الوحدة السكنية، وفي عيوب للموضوع ده. كذلك في مميزات وعيوب للناس اللي بتستنى بعد اللونش ان هي تشتري، وفي برضه عيوب ان هي تستنى. خليني باختصار كبير جدا اقول لحضرتك الفرق ما بين الحالتين. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وهبدا مع حضراتكم مميزات ان حضرتك تشتري في مشروع هو بيلم حجوزات عشان هيتم طرح مشروع سكني في مدينه المستقبل او في التجمع او في اكتوبر، او هيتم طرح مشروع تجاري اداري في التجمع او في العاصمه الاداريه الجديده. اول ميزه حضرتك بتكسبها ان حضرتك بتشتري بخصم، بيبقى فيه خصم غير الخصم اللي هيبقى موجود في اللونش. هنا بيبقى فيه 3 خصومات. اول خصم ان حضرتك بتحجز استماره مثلا ب 50,000 جنيه في مشروع تجاري هيطرح دلوقتي، فبتحجز استماره فبتاخد خصم من 5 ل 10%. يعني لو وحده مثلا ثمنها مثلا المتر واقف عليك ب 200,000 جنيه، حضرتك بتشتريها ب 180,000 جنيه مثلا لو من الناس الاوائل اللي هتحجز. ادي اول ميزه. تاني ميزه ان حضرتك بتبقى من اوائل الارقام او بتبقى في اوائل الاستمارات اللي حضرتك بتحجز. يعني مثلا المشروع ده لموا عليه مثلا 300 استماره مثلا، وهم 300 مكتب او هم 150 مكتب مثلا، او هم 100 مكتب. لما كل ما حضرتك تبدر في الحجز كل ما كانت فرصتك انك تختار من ضمن المكاتب اللي موجوده الاميز، والمكاتب اللي هتبقى موجوده الارخص، لان هو ممكن في نفس اليوم ده، وشفناها في العاصمه الاداريه الجديده، ممكن تلاقي بيبتدي سعر المتر مثلا الاداري من 80 ل 90، في نفس اليوم ده يخلص الدور مثلا يكون فاتح الدور الثاني والثالث والرابع للبيع، يخلص الثاني والثالث مثلا ويفتح الرابع بسعر متر مثلا من 100 ل 110. وحصل ده، وساعات بيحصل الكلام ده في 3 ايام، وساعات بيحصل في على مدار اسبوع. فيبقى اول ميزه حضرتك بتاخد خصم البري لونش وخصم اللونش، وبتبقى من اوائل الناس اللي بتختار، وبتبقى من اوائل الناس اللي بتختار المكاتب المميزه. فدي نقطه مهمه جدا. دي المميزات. طب ايه العيوب؟ اولا اول عيب ان حضرتك بتبقى مهما كان كنت حاجز برضو، انت حضرتك محصور في المكاتب اللي هي مفتوحه مبدئيا للطرح. دايما المطور بيبقى مخلي المكاتب او الفيزز المميزه سواء في السكني بتبقى بعد كده عشان يبيعها بسعر اغلى. فدي اول عيب. تاني عيب كمان ان حضرتك بتبقى اتخاذ القرار لازم يكون في خلال 24 ساعة بل اقل من كده. ابعت يا فندم المقدم، احجز يا فندم الوحدة، لو ما حجزتهاش لو ما دفعتش المقدم دلوقتي هتروح عليك. فده تاني عيب، فبيخليك مذبذب في اتخاذ القرار. النقطة الثالثة ان حضرتك الفرايتي اللي قدامك ما بيبقوش كتير. يعني مثلا اول 50 استمارة والله هو ليكوا الدور ده، طب انا عايز اخد الدور اللي فوقيه، لا هو الدور ده. فدي مميزات وعيوب. طيب ده بالنسبة للي بيحجز. طيب وطبعا انت بتكسب كل ما بتشتري. بعد كده هتيجي بعد شهر اتنين هتلاقي وحدتك زاد عليها 10 و20%. هي عملية تجارة. ده في حتى ناس بتشتري معهاش تكمل اقساط وبتيجي تبيع بعد شهر شهرين باسعار، او بتبيع الاستمارة بتاعتها حتى بعد اللونش. حاجات كتيرة قوي ممكن يعني ناس كتير قوي بتعملها في المشاريع اللي بتتم طرحها. طيب على الجهة التانية لو حضرتك استنيت وما اشتريتش في مشروع لسه مطروح، مش في البري لونش، اشتريت بعد ما اتطرح المشروع، ايه المميزات وايه العيوب؟ طيب اول ميزة، كتير جدا من العملاء اللي بيشتروا بيكنسلوا حجوزاتهم وبيرجع مكاتب تاني كانت متباعة، فحضرتك بيبقى ليك فرصة. ادي اول حاجه، فرصه للمكاتب المميزه. طبعا لو كنت حضرتك ما لحقتش تحجز في البري لونش، لان في ناس صعب عليها ان هي تحول، صعب عليها ان هي مثلا تدفع فلوس وتستنى اسبوع واسبوعين وممكن شهر عقبال ما ال 50,000 اللي دفعتها ترجع لك تاني. ادي تاني ميزه. تالت ميزه انك غالبا بنسبه 70% المكاتب او المحلات المميزه
هي بتبقى موجوده بعد البري لونش، لا اما العملاء مش قادرين على سعرها كبير، او لا اما هي بتبقى مستخبيه وهتطرح بعد اللونش مثلا بفتره عشان تتباع حتى بسعر ازيد 5%. وفي عملاء بالنسبه لهم بيدوروا على التميز، ما يفرقش معاهم السعر بشكل كبير قوي. ادي تاني ميزه. تالت ملاحظه عايز اقول لحضراتكم عليها، ما تقلقش، لان الكونسبت في العقارات كل ما هو تحت الانشاء بيزيد مع الوقت، وكل ما هو لسه في انفنتوري عند المطور بنسبه 30%، لسه حضرتك هتقابل زيادات توصل سعر المتر يزيد بال20 وبال25% سنويا. حبيت بس اقول لحضراتكم الفرق ما بين ده وما بين ده. ما تنساش حضرتك وانت بتختار شقه او مكتب او محل او عياده، في معايير احنا دايما بنقول عليها. لازم يكون المكتب مواصفاته عامله ازاي، والمحل مواصفاته عامله ازاي، والوحده السكنيه مواصفاتها عامله ازاي، والوحده التجاريه كمان. سواء حضرتك هتشتري عشان تبيع بسرعه، تعمل ريسيل بسرعه، سواء حضرتك هتشتري عشان تأجر، سواء حضرتك هتشتري عشان تستثمر وتأجر او تشغل بنفسك يعني. ولو اي استفسار عن كيفيه الاستثمار في مدن القاهره الجديده او اكتوبر او التجمع او الساحل او السخنه، تقدروا حضراتكم تتواصلوا على الارقام اللي قدام حضراتكم، وانا دايما في خدمتكم تحت امركم. شكرا.